السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أنا مصطفى محمد، ثانوية عامة 2023 وحاليا طب بشري. هنتكلم النهاردة عن الجامعات الأهلية وكل اللي أنت عايز تعرفه عن الجامعات الأهلية. بس في الأول، إيه هي الجامعات الأهلية أصلا؟ الجامعات الأهلية ديت يعتبر جامعات حكومية بس بتدفع لها فلوس، هي مش جامعات خاصة، هي بتبقى تبع الحكومة أصلا. طب نظام الدراسة والامتحانات وكل الحاجات دي بتبقى شبه الحكومي بالظبط. يعني في جامعات أصلا شبه جامعة اسكندرية الأهلية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية بيدرسوا أصلا في الجامعة الحكومي، ما راحوش الجامعة بتاعتهم اللي هي الجامعة الأهلية، بسبب إن كان في جامعات لسه تحت الإنشاء وكده. طب الجامعات الأهلية دي بتاخد تنسيق إزاي؟ بص، الجامعات الأهلية ديت مثلا بينزل لك يقول لك طب بشري الحد الأدنى بتاعها 75%، فأنت لو جايب أعلى من 75% أو 75% ممكن تقدم فيها عادي. بس في تنسيق داخلي جوه، التنسيق الداخلي دوت هنشرحه كله دلوقتي. خلاصة التنسيق الداخلي دوت وشرحه ان هو بياخد اعلى ناس قدمت. واحد مثلا قدم ان هو جاب 89% بسبب ان الطب العام ما جابوش، فدوت بيتاخد. مثلا واحد قدم لحد 88، فالجامعه قول مثلا هتاخد 200 واحد. ال 200 واحد دولت ممكن يخلصوا وهم لسه في ال 85، ممكن يخلصوا وهم في ال 75، فعلى حسب الناس اللي مقدمه في كل جامعه. طب دلوقتي ما انا ممكن مثلا ابقى جايب 75 وكل الجامعات ما تاخدنيش، لا، انت لما بتقدم في كل الجامعات. يعني معظم الجامعات ديت تقديمها بيبقى اونلاين ومعظمها من غير فلوس، فانت بتقدم فيها واللي بيجي لك منها. يعني مثلا جالك شرق بورسعيد، جالك اسكندريه، جالك المنصوره، جالك المنوفيه، انت في جامعات اهليه كتير، فانت قدم فيهم كلهم. طب ايه الجامعات اللي بالظبط اللي بتاخد من تنسيق اقل من الباقي؟ لان مثلا اسكندريه بتاخد طب من 80، شرق بورسعيد بتاخد الطب من 75، وهكذا. فالجامعات الاقل ديت زي جامعه الملك سلمان وجامعه شرق بورسعيد وجامعه الجلاله وجامعه العالمين، دول بيبقى تنسيقهم اقل من الجامعات التانيه. جينا لسؤال تاني، ايه الفرق اصلا ما بين الجامعه الاهليه والجامعه الخاصه؟ الجامعه الاهليه دي بتبقى تبع الحكومه، كل النظام اللي انت ماشي بيه شبه الجامعه الحكوميه. يعني مثلا طب بورسعيد بتاخد كذا يبقى طب شرق بورسعيد هتاخد كذا، طب اسكندريه بتاخد كذا يبقى طب اسكندريه الاهليه بتاخد كذا. انما الخاصه دي بتبقى ماشيه بنظام لوحدها. وكمان بتفرق فرق ملحوظ في المصاريف، الجامعات الخاصه بتبقى اغلى بكتير من الجامعات الاهليه. هي الجامعات الاهليه ما بين الجامعات الخاصه وما بين الجامعات الحكوميه في المصاريف. يعني مثلا كليه الطب في الجامعات الاهليه 120,000، في الجامعات الخاصه 200 و250,000، والارقام دي امثله بس. وانا دلوقتي بتكلم عن الطب بس، الجامعات ديت فيها كليات تانية كتير. يعني مثلا جامعه اسكندريه الاهليه فيها 19 كليه، وفي فيديو كامل هينزل عن جامعه اسكندريه وعن كل جامعه اهليه بالكليات اللي فيها والمصاريف وكل النسب اللي كانت بتتاخد من السنه اللي فاتت والتوقع بتاع السنه دي. بيبقى في اسنان، في صيدله، في علوم، في بيزنس، في كليات كتير جدا في كل الجامعات الاهليه ديت بتنسيقات مختلفه بتسمح لك حتى لو جايب 50% تخش جامعه محترمه جدا. طب بالنسبه لسوق العمل، سوق العمل بيبقى هو الجامعه الحكوميه، لان زي ما قلت الجامعه الاهليه هي جامعه حكوميه اصلا بس بتدفع فلوس، فانت بتتخرج زيك زي الحكومي وبتشتغل زيك زي الحكومي. وفي الجامعات الاهليه الدكاتره بتتعامل معاك ان انت طالب حكومي، ما بتفرقش خالص ما بين الجامعات الاهليه وما بين الجامعات الحكوميه. وده كان فيديو مجمع عن التفاصيل العامه عن الجامعات الاهليه، وهينزل فيديو مفصل عن كل جامعه اهليه بالكليات اللي فيها، بالمصاريف بتاعتها، بالنسب، بالحد الادنى للقبول، بالسنه اللي فاتت والسنين اللي قبلها والتوقع بتاع السنه دي. فما تنساش تتابعنا على الانستجرام عشان تعرف كل التفاصيل اول باول، وما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لغيرك، وما تنساش تفعل زر الجرس، ضروري جدا عشان يوصل لك الفيديو اول ما ينزل. اللي حابب يسالني عن اي حاجه في الجامعات الاهليه او الجامعات عامه والتقديمات، وحابب يسالني في اي حاجه، الانستجرام موجود، يبعت لي في اي وقت وانا هرد على واحد واحد.